بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في خبر جميل جدا وخبر مدهش طبعا في ظل الاحداث العالميه، في ظل ما يحدث في سوريا في غزه، وربنا يعني يرفع الهم عن المنطقه بالكامل والمنطقه العربيه. لكن الموضوع المهم في هذه الحلقه هو ان المملكه العربيه السعوديه بتعمل مشروع مع رئيس ترامب، او بالاحرى مع شركه ترامب، والشركه دي بيديرها ابن رئيس ترامب إريك. وطبعا هذه الشراكه اللي بتحدث بين المملكه العربيه السعوديه ورئيس ترامب يعني حصل عليها جدل كبير من جماعات الاخوان والجماعات اللي هي بتقعد في الخارج، بيتكلموا على فكره التبذير وفكره ان بيعملوا كده من اجل الانفاق على ترامب، وكلام مستفز للغايه. وعايز اقول لك كمان ان السعوديه والامارات عندهم استثمارات مع ديفيد كوشنر اللي هو جوز بنت رئيس ترامب، فعلاقات قويه للغايه وتجاريه عظيمه للغايه. لكن اللي انا عايز اوضحه للجميع واكده للجميع، وانا قلت لك ان العلاقات التجاريه دي بتعمل نفوذ اقتصادي قوي، بتعزز من قوه اقتصاديات الدول سواء في السعوديه والامارات. والدليل على ذلك هو ان السعوديه بتعمل 3 مشاريع تحت علامه ترامب. ايه هي المشاريع دي؟ هيكون في ابراج، هيكون في فنادق، لكن اول مشروع تم الاعلان عنه وبداوا يبيعوا فيه هذا الشهر، في شهر ديسمبر اللي احنا فيه مشروع برج ترامب. والبرج ده عباره عن 47 دور في جده، واخد بالك؟ والبرج ده لسه ما اتبناش. مجرد ان اعلنوا عن بيع هذا البرج، اول وحده عقاريه تم بيعها في هذا البرج تقدر قيمتها بكام؟ 50 مليون ريال، او 13 مليون و330 الف دولار امريكي. انت واخد بالك؟ طب البرج ده فيه كام وحده؟ حوالي 350 وحده عقاريه داخل هذا البرج. ده انا بس بوريك ان هذه العلاقات التجاريه تعزز من قوه اقتصاد الدوله وتعزز نفوذها الاقتصادي في الخارج، وتقوم بعمل علاقات متميزه مع الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي يكون للسعوديه مكانه قويه امام العالم. ونفس الكلام في دولة الإمارات، لأن خد بالك الإمارات كانت عملت قبل كده هذه الفكرة، إن أنت تستغل علامة تجارية وتبيع عقارات بيها. هو ده الذكاء في الماركتنج، ذكاء في التسويق. لان هي عملت قبل كده برج مرسيدس، خدت علامه مرسيدس اللي عملها بعد فضل الله شركه برغاطي، خدوا علامه مرسيدس وقال لك ده اول برج لمرسيدس في العالم كله. باعوا المرحله الاولى من البرج في يوم الافتتاح، واخد بالك؟ نفس القصه، نفس الشركه عملت برج بوجاتي، وكان يعني من احد الناس اللي اشتروا باكثر من 50 مليون دولار نيمار. فكلها امور بيوريك مدى القوه التي وصلت اليها دول زي السعوديه والامارات في الماركتنج. ازاي ان انت تبيع الاسم، ازاي ان انت تجيب خبرات تعطيلك افكار جميله للغايه، تحقق ايرادات للدوله وتعزز من تنافسيه الدوله وتعزز من النفوذ الخارجي للدوله، لان دائما الاقتصاد يسبق السياسه في النفوذ العالمي. حبيت اوضح لكم الرؤيه، يا رب اكون فدتكم، يا رب دايما اشوفكم بخير. شكرا يا جماعه.